هذا هو الشيش الأطول والأشقر ببغداد. اجينا شارع فلسطين تقاطع النخلة يا مقصنا البغدادي. أول ما توصلون بالباب راح تصطركم ريحة الدجاج. شاب حبيبي اللعبة الحديد مالاتكم عراقي وأشقر. لا طبعا هاي تتبيلة حمودي، تتبيلة دجاج خاصة، دجاج عراقي مفسخ. أبو شاب صديق الطفولة، يعني مو دفاعا عنه لكن هو دكتوراه بالدجاج. سكنونو تعال، أنت لسه شفت حاجة؟ المطعم اسمه قصنا البغدادي، معناه لازم القص يكون 10 على 10. مكي عيني يا بسولف لي على القص شنو؟ عراقي 100%، مطر لي هاي صمونتنا. ما شاء الله. هاي حجم الصمونه، طقوا سكرين للكميه اللي موجوده باللفه 140 يخلون. مطرها لي طماط طلاج عشويه. ابو شاب هاي لفتكم؟ هاي لفتنا حقيقيه 100%، لحم عراقي وبذمتنا، اذا غير كميه يرجع الطلب وعوضه ب10 لفات. راح اسوي لك صينيه اليميه مال اهلنا. تشرب الخبز بالسوب الاحمر. هاي التمن الاصفر، تمن هاي البرياني، والتمن الابيض. هاي القوزي مالتنا اكيد مقور بالدهن الحر، لحمه اذا مو ذايبه ترجع. وهذا العرض الاقوى والارخص للدجاج من قصنا البغدادي. هاي الدجاجه طبعا وزنها 1900، نايمه على تمن، طبعا دجاجه ذايبه اكيد 100%. اذني كلن وياهن. والسعر صدمه بالاخير. 5 قرات حارات، 3 مواعين زلاطه، باللي واحد يابسه، وهذا الاسود، واكيد القيسي، ماعون عنبه وطرشي، ومعهم مقبلات والخضره والبصل وبطل اللبن. كل هذا ب 15000 بس، وعندهم توصيل لكل بغداد. حمودي ترى ببلاش. وقصنا البغدادي عندهم ركن خاص بكل المشويات ويستخدمون التحتاني، وموجود عندهم قعده بسيطه وكل الاكل ينطبخ قدامكم. نبديها بدجاجهم الاشقر، ومو بس اشقر، دايبهم مكسب واشقر وحامض، كل شيء بيها دايب. خلي القص وقال لي الشقره وطرشي تمطره ليمون صغيره. وداعا يا سكنونو. لفه القص تنزل لكم بالصاله بهاي الطريقه. هاي حجم اللفه وياها فنجر وماعون طرشي وزلاطه وليه. هذا اللي تشوفوه بالصاله ب6. والقوزي المقور عراقي وذايب للامانه. اكو واحد من الشله ما سمعنا صوته ابد. يوم قصنا بغدادي كبابنا عراقي. للامانه اكل طيب ونفسيه اطيب يم قصنا البغدادي، متاكد راح تجربوه وحين راح تحبوه. اليوم كنا بشارع فلسطين تقاطع النخله باتجاه القناه يم قصنا البغدادي.